ازيكم يا اخواتي واحلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا كالعاده رجعنا لكم النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده مختلف عن محتوى القناه عموما. فيديو النهارده مختلف عن اي فيديو نزلته او فيديو هنزله النهارده. فيديو النهارده مهم جدا لكل اخواتنا بتوع الثانويه العامه دفعه 2023 او دفعه 2024 اللي جايه ان شاء الله. فيديو النهارده جايب لك ازاي هتجيب النتيجه باسهل طريقه ممكن وبأقل وقت، واول ما تنزل هتجيبها ان شاء الله على طول باسهل طريقه. كل حكايه برو ان التطبيق ده هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، ده اللي احنا هنستخدمه في الشرح. طبعا قبل ما ابدا في الفيديو حابب اقول كلمتين بالنسبه لاخواتي بتوع الثانويه العامه 2023. سواء النتيجه كانت جات وحشه او كانت جات حلوه، اللي هيجيبه ربنا كله حلو. محدش يعترض على قضاء ربنا، انت قول بس الحمد لله وارضى بقضاء ربنا، وان شاء الله ربنا هيوفقك في الكلية اللي انت هتخشها او هيوفقك في السنة اللي جاية او في اللي بعدها. طيب مش هطول عليك يا برو، كل اللي هنحتاجه البرنامج ده. تمام، هنعمله مسح بيانات عشان يكون معاكم من جديد. خش على البرنامج، بكل بساطة هي واجهة واحدة بس. هتدوس على كلمة استمرار. طبعا بيقولك هذا التطبيق غير رسمي وقد تم إنشاؤه بهدف تعليمي، ويساعد في جلب النتائج من المواقع التي تم نشر النتيجة عليها مسبقا. استخدم التطبيق على مسؤوليتك الخاصة. في حالة الشك في النتيجة يرجى التوجه للموقع الرسمي، حيث أننا لا نتحمل أي مسؤولية غير النتائج. يعني لو أنت مش متأكد إن دي مش نتيجتك اتوجه للموقع الرسمي، أي موقع تاني، ودور فيه على النتيجة هتلاقيها اياها. هندوس على كلمة استمرار، هتلاقي فتح معاك بالواجهة دي. اول حاجة هتدوس هنا كده على رقم الجلوس، وهنا كده المصدر اللي انت عايز تجيب منه اللي عايز تجيب منه النتيجة. يعني هنا كده المصدر عندك اليوم السابع رابط جديد، واليوم السابع رابط القديم، وموقع الوزارة، وسيرفر خاص تجريبي. تمام، كل حاجة هتكتب رقم الجلوس هنا، وهتدوس على الحصول على النتيجة، وهتظهر لك النتيجة هنا كده، وهيظهر لك المجموع تحت ونسبة كام. طبعا عشان انا مكتبتش رقم جلوس فبيقول لي ادخل رقم جلوس صحيح. وبس كده يا برو، ده كان شرح النهارده، واستنونا في فيديو جديد. طبعا ده الفيديو ده خاص لكل اخواتنا بتوع الثانويه العامه. ربنا معاكم يا رب ويوفقكم في اللي جاي.